السلام عليكم. الفيديو ده مش مريم اللي انتم متعودين عليها بقالكم فترة طويلة. الفيديو ده مريم الطبيب، فياريت نفصل ما بين الشخصيتين بشكل كويس. الفيديو ده نابع عن تفكير شهر كامل وقرار ما اتخذش بسهولة، لكن لابد من ان احنا نتكلم في الموضوع لانه للأسف بقى منتشر بشكل كبير جدا. وياريت لو انت حد صغير او مش واعي للي انا هقوله، ياريت الفيديو ده يوصل لإيد كل اب وام سواء بيتفرجوا عليا او حتى ما يعرفونيش. وصلوا لهم الفيديو ده باي طريقه، سواء تعملوا شير للفيديو، سواء تبعتوا الفيديو عندهم، سواء تاخدوا سكرين فيديو مثلا وتبعتوا لهم الفيديو، ايا كانت ايه الطريقه. يا ريت الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الاباء والامهات. اتكلم في الفيديو ده على الختان للاناث، وتعريفيا لختان الاناث فهو التشوه الاعضاء الانثويه لدى البنت، وملوش اي صله بالطب سواء من بعيد او من قريب، ومفيش اي كتب طبيه في اي جامعه طبيه بتشرح كيفيه عمل الختان للستات، او حتى اتعرضنا لحالات زيها في الكلينيكال او غيره. وملوش اي اساس من الصحه في الدين وفي العقائد، وانما هو عاده افريقيه وملوش اي صله باي دين. الدليل على ده انه بيعمل الختان طوائف مختلفه واديان مختلفه، فهو مش مرتبط بدين معين. قبل ما نعرف ايه اللي بيحصل في عمليات الختان، نفهم ايه العمليه دي او ايه الجزء اللي بيتشال ده. في حاجه في الجنين اسمها الكليتوريز، فلو هو ذكر هتتحول وتبقى العضو الذكري، ولو هي انثى هيحصل فيها ضمور وهيبقى عبارة عن جلد زايد. المصطلحات اللي بتستخدم للأنثى بيكون الطهارة أو العفة أو غيره، أو مصطلحات كتيرة جدا، وأغلبية الأهل بيعتبروه إنه هو من ناحية العفة. وإحنا هنتكلم طبيا، في دليل في تشريح الجسم إنه المسؤول عن البنت هو أعضائها مش عقلها. ولو انا هضرب لك مثل، هقول لك مثلا الراجل اللي بيتعدى على انثى في الشارع ليه بيتحاكم قانونيا؟ ليه ما نقولش انه اعضاؤه هي المتحكمه فيه مش مخه؟ الجهه التانية، انت بتاخد بنتك او انتي بتاخدي بنتك. لو اتكلمنا من ناحية الطبيب، لانه ده اصلا محرم على اي طبيب انه هو يعمل عملية من الانواع دي يكون ما عندوش اي دراية بالحاجة اللي هو هيعملها، لانه لا يدرس في الطب عملية الختان. فلما بتودي انت بنتك لطبيب فبتوديها لحد بيجرب على بنتك ومش فاهم اصلا هو المفروض يعمل ايه. الختان كلها اللي بتتعمل فيها ضرر كبير جدا على البنت، وده اللي هنشرحه في اخر الحلقة. اللي بيحصل انه في ناس بتستخدم طرق علشان تكوي المنطقة العصبية دي، في ناس بتسد الجهات كاملة، في ناس بتقطع الجهات كاملة بغيره، وفي ناس بتتخلص من المنطقة دي بس لانه هو مش عارف المفروض يعمل ايه بشكل علمي واضح. ده في حالة انك رحت للطبيب، واصلا انك تروح لطبيب فانت بتكون شايل المسؤولية الكاملة لو جرى لبنتك اي حاجة. فعليا عامل العملية تحت بير السلم زي ما بنسميها بالبلدي. عملت الأسوأ وجبت شخص بنت او ست كبيرة تيجي تعمل لبنتك العملية دي في البيت. اولا 100% الحاجات اللي هتستخدمها غير معقمة. ثانيا ممكن تكون الحاجات دي مستخدماها قبل كده على بنات تانية، ده في حالة ان احنا بنتكلم على المشرط او الادوات الطبية اللي غالبا او تأكيد مش هتكون مستخدمة مع ست كبيرة في السن جاية تعمل عملية زي دي لبنتك. الحاجات اللي بتستخدم ايه؟ ممكن موس، وممكن سكينة، وممكن حتى ازاز مكسور، ايا كان الحاجة اللي بيلاقوها. دلوقتي عايزاك تقنعني ببساطة ان انت واخد بنتك او انتي واخدة بنتك بتعرضيها لصدمة نفسية وعصبية وألم شديد جدا في المنطقة دي، وبعد ما تخلص بتعملوا لها حفلة كبيرة جدا، فبالتالي في ترسيخ في عقل البنت انه المنطقة دي غلط ولابد التخلص منها. اي بعدين بعد 20 سنة لابد من انك او انك تقنعي بنتك او تقنع بنتك بانها لازم تتجوز وده حقها الطبيعي. بنرسخ في عقليات اطفالنا من صغرهم انه الراجل من حقه انه هو يكون بني ادم بيحس، لكن الست لا. ناحية الأضرار، فالأدوات اللي بتستخدم غير طبية بالمرة، وحتى لو طبية فهو مش عارف الدكتور هيعمل ايه بالظبط. في حالة انه هو استخدمت الأدوات دي ففيها نقل عدوى والتهابات ومشاكل كتيرة جدا بيتعرض ليها البنت. من ناحية الأضرار بقى، فأول ضرر هنفكر فيه هو ضرر الموت، واللي بسببه تعرض
بيتعرض له حالات كتيرة جدا من البنات زي ندى اللي كانت موجودة في أسيوط، القصة اللي المفروض ما ننساهاش أبدا وتفضل مرسخة في عقليتنا، وبذور وميار وأعداد كبيرة جدا من البنات بتموت سنويا بسبب الختان عند الستات. والسبب في الوفاة بيكون حاجتين، يا إما النزيف يا إما الصدمة النفسية والعصبية اللي بتتعرض ليها البنت. في حالة انها عدت بالضرر القريب اللي بيحصل ليها، ففي ضرر على مدار بعيد بيحصل اصعب بكتير جدا وبتتعرض له. ممكن يحصل فيروس سي، وممكن يحصل التهاب في المثانة، التهاب الكبد الوبائي، احتباس البول ومشكلة في السيطرة على البول، حتى كمان انه ممكن يحصل عقم للست اللي هي عاملة الختان، ممكن لا قدر الله عند الولادة بسبب انه المنطقة الحسية دي حصل فيها كوي من دكتور عمل العملية دي، فما بيحصلش ستراتش كامل، فبالتالي الطفل او الجنين ما بينزلش. ده ممكن يسبب وفاة للام والجنين. ممكن بعد الولادة يحصل سلسل براز، وده بيكون بسبب تلاؤم بتاع عضو الست اللي المفروض يتلائم بعد الولادة ما بيحصلش، فبيكون في صلة مباشرة ما بين الجهة المعنية وفتحة الشرج، فبالتالي بيكون في سلسل براز. علاج في الختان، اول حاجه لازم تتعرض لها البنت هي انها تتعرض لعلاج نفسي، لانه اغلبيه البنات اللي عملوا ختان او حصل لهم ختان بعدها بيكون عندهم مشاكل نفسيه كبيره جدا بتدوم معاهم لحد ما يكبروا، وحتى كمان من فكره انهم يبصوا بس على جسمهم او حتى يعملوا حمام عادي بيكون مؤلم جدا بالنسبه لهم الموضوع، ونفسيا مسيطر عليهم بشكل كبير جدا. تاني حاجه، في علاج طبي جراحي بيتم عمليه لاعاده تصحيح المنطقة المشوهة، وزي ما قلنا انه ده تشوه في الاعضاء التناسليه. لكن انا مش عارفه اذا العمليات دي موجوده في وطننا العربي ولا لا، واتمنى انها تكون موجوده في وطننا العربي. لو هنتكلم على انه عفه البنت ان احنا نقطع جزء من جسمها، فبالتالي لما يجي لي مريض عنده شويه برد اقطع له مناخيره. اولى والاهم في ان انت انت المفروض تعمله انك تعف بنتك في عقلها. فكر 1000 مرة قبل ما تكون سبب في وفاة بنتك. الختان من الجرائم، والأزهر والأوقاف حرموا الختان. وزارة الصحة قالت إنه الختان ملوش أي علاقة بالطب، والختان في القانون بيعد من الجنايات. ولو الأهم، بدل ما تفكر إن أنت إزاي هتعمل ختان لبنتك تسبب لها ضرر سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، أنت تفكر 1000 مرة إزاي ترسخ في عقل بنتك الدين والأخلاق والأدب. الدين والأخلاق والأدب والثقافة والعلم هم اللي هيبنوا إنسان واعي. تشريحيا الجسم المتحكم فيه هو المخ مش الأعضاء التناسلية لدى أحد من الطرفين. الرقم في التواصل مع الجهة الأمنية في حالة إنه في حد تعرفه هيتعرض للختان أو تعرض للختان أو أيا كان، تقدروا تتواصلوا معاهم علشان تحافظوا على حقوقكم كإناث. خليكم فاكرين الأزهر والأوقاف محرمين الختان، وزارة الصحة ملوش أي علاقة بالطب، والختان جناية يعاقب عليها القانون. بس دمتم بخير. أتمنى الفيديو ده يوصل لكل الآباء والأمهات. سلام.